السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة خيط وغرزة. النهاردة بأمر الله معانا درس جديد من دروس أساسيات الكروشيه للمبتدئين. النهاردة عندنا غرزة السلسلة. تقريبا ما فيش شغل في الكروشيه ما فيهوش غرزة السلسلة، يعني هي حاجة أساسية جدا جدا ومهمة جدا جدا في أساسيات الكروشيه. لو انت اول مرة تتابعيني ما تنسيش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بأمر الله هنبدأ شغلنا في غرزة السلسلة بطريقتين مختلفين. انا خصصت الفيديو ده لغرزة السلسلة علشان هي غرزة مهمة وأساسية جدا في الكروشيه. هنتعرف على شكل الغرزة في الباترونات وكمان رمزها، يعني غرزة السلسلة أو الغرزة الطايرة اسمها بالإنجليش تشين ستيتش. طيب رمزها أو اختصارها في الباترونات المكتوبة سي اتش، ورمزها في الباترونات المرسومة الحلقة المفرغة. يعني لما نلاقي الشكل ده في الباترون أو الرسمة دي دايركت كده نفهم إن هو محتاج مننا نعمل سلسلة، وعلى حسب العدد هيديني عدد الحلقات، يعني دي كده 5 سلاسل. طيب نبتدي مع بعض. انا جوزت الخيط علشان تبان النتيجة اسرع وتبان النتيجة اوضح في التصوير. هنبتدي بسم الله. طبعا هنختار ابرة مناسبة للخيط زي ما تعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا ما ينفعش نستعمل ابرة غير مناسبة للخيط، علشان كده الشغل مش هيطلع مظبوط معانا. يعني على حسب سمك الخيط بختار الإبرة وحجمها. كل ما كان الخيط سميك بختار الإبرة أكبر في الحجم، ولو الخيط رفيع بختار الإبرة الأرفع. هنبتدي نعمل مع بعض غرزة البداية، ودي شفناها في الفيديو اللي فات ازاي بنعمل عقدة بداية بثلاث طرق مختلفة. بتختاري الطريقة المناسبة ليكي وتبدأي تشتغلي بيها. أنا هختار الطريقة دي. هجيب الإبرة كده من تحت الخيط، هنسترجعها مع بعض واخد لفة كده، بنزل بالإبرة وبطلع تاني وباخد لفة وبخرج من جوه الحلقة اللي عندي. أنا كده عملت غرزة بداية على الخيط بتاعي. الخيط اللي بنبقى سايبينه مسافة الأمان ده مش بيبقى كتير اهو. ببتدي امسك الابرة بالطريقة دي، برضو الطريقة اللي تناسبك، طريقة الشوكة او السكينة او طريقة اللي هي كده من تحت الابرة، او طريقة دي طريقة القلم ودي طريقة الشوكة والسكينة. انا برتاح في الطريقة دي، فالطريقة اللي تريحك وترتاحي معها في الشغل استعمليها. هنبدأ ناخد لفة بالخيط كده ونخرج بيه من الحلقة اللي عندنا على الإبرة اهو، لفة كده ونخرج بيها كده. منتهى البساطة، مفيش اي حاجة معقدة، لفة وبنخرج بيها. كله بيعتمد على مدى تحكمك في الإبرة والخيط في نفس الوقت. يعني انتي ما ترخيش الخيط قوي بحيث ان الإبرة ما تعرفش تلقط الخيط، وفي نفس الوقت انتي بتبقي الحلقة اللي على الإبرة دي بتبقي سايباها كده براحتها، مش شد عليها الخيط بالطريقة دي هتعذبك في الشغل. يعني تبقي سايباها كده واخدة راحتها في الحركة. بنسحب الخيط كده اهو. الصباع ده بيتحكم في الخيط، امتى اشد الخيط وامتى اسيبه كده اهو. بسحب كده اهو. بدأت تظهر معانا شكل غرزة السلسلة. بنكرر تاني نفس الموضوع اهو، لفة وبنخرج بيها من الدايرة، لفة وبنخرج بيها من الحلقة اللي معانا على الإبرة. لازم الخطاف بتاع الإبرة كده يبقى في اتجاهك انتي، ما يبقاش كده، لا بيبقى في اتجاهك انتي علشان تتحكمي كده اهو وتسحبي الخيط كده بالطريقة دي. حاجة بسيطة جدا وحاجة في منتهى السهولة اهو. شغل الكروشيه عامة بسيط واي حد يقدر، يعني بيحب الكروشيه هيتعلمه بسرعة جدا. صدقوني مفيش اي صعوبة في الموضوع. انتوا بس تابعونا وان شاء الله هنوصلكم من الصفر للاحتراف اهو. بناخد لفة كده وبنخرج بيها من جوه الحلقة
مفيش اي صعوبة في الموضوع يا جماعة اهو. يلا هاتوا معايا الخيط والإبرة واشتغلوا معايا واحدة بواحدة، وانتوا بتتفرجوا هتبصوا تلاقوا نفسكم عملتوا انجاز اهو. طبعا الفرحة بالشغل ما تتوصفش يا جماعة، لما تبقي عاملة حاجة من شغل ايدك دي حاجة احساس في منتهى الروعة، سواء حاجة ليكي، حاجة لحد من اولادك، لجوزك، لحد عزيز عليكي بتقدميه هدية، بيبقى حاجة كده في منتهى الجمال. احساس حلو قوي لما تبقى حاجة انت عاملاها بايدك وتفرحي بيها حد عزيز عليكي او تلبسيها انت، بتحسي كده باحساس مختلف خالص يا جماعة اهو. احنا هنفضل نشتغل معاكم شوية علشان تتعلموا غرزة السلسلة دي. غرزة السلسلة البسيطة هتبصوا تلاقوها اخدت شكل السلسلة، زي السلسلة كده، زي الضفيرة، زي ضفيرة الشعر. هنبص هنلاحظ ان شكل غرزة السلسلة واخد حرف الفي، ده معناه ان احنا ماشيين صح. يعني حرف الفي كده اهو ليه ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي، ضلع امامي هنا اهو كده وضلع خلفي. هناخد طبعا في الدروس اللي جاية حاجات بنشتغلها من الضلع الامامي وحاجات بنشتغلها من الضلع الخلفي، وكله على حسب الشغل المطلوب. ده شكل الغرزة من الامام وده شكلها من الخلف. شايفين الاختلاف بين الامام والخلف؟ عندي الخلف واخد شكل الضفيرة اكتر، مضفور كده متشابك في بعضه اكتر، لكن الامام اللي هو وش الشغل واخد شكل حرف الفي اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. حرف الفي ليه لوب امامي، لوب امامي ولوب خلفي، ضلع امامي وضلع خلفي، فرع امامي فرع خلفي، زي ما تحبوا تسموه اهو. احنا اشتغلنا، هنيجي نعد بقى، لان ساعات بتبقى عندنا الشغل مطلوب بالعدد. احنا هنعد ازاي بقى؟ طبعا عقدة البداية دي احنا مش بنحسبها غرزة خالص، انتوا شايفينها اهي، دي مش بنحسبها من ضمن الغرز. هنبتدي نحسب واحد، هنعد الأضلاع كام ضلع معانا، هنمشي كده بالتسلسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر غرزة. عندي 14 غرزة من السلسلة. اتعلمنا ازاي نعد، بنعد الأضلع اللي عندي أو الأفرع اللي عندي بالتسلسل فوق بعض كده اهو، بنعرف العدد كام. لو احنا الغرزة عندنا مطلوبة بعدد، طبعا احنا لازم نمشي على العدد المطلوب. دي كانت الطريقة الأولى لغرزة السلسلة. هنشوف دلوقتي الطريقة التانية لغرزة السلسلة، وهي غرزة السلسلة المركبة. الطريقة التانية في غرزة السلسلة المركبة هنبتدي نعمل عقدة بداية، بس التركاية بقى اللي هتفرق معانا عن الغرزة البسيطة ان احنا هنسيب جزء من الخيط، يعني هنسيب حوالي 20-30 على حسب حجم السلسلة اللي احنا هنعملها. هنسيب من طرف الخيط جزء، يعني هنكبر الجزء اللي هنسيبه من طرف الخيط حوالي 30 سنتي، وهنبدأ نعمل عقدة البداية من بعد 30 سنتي. ده طبعا خيط. هنبدأ نعمل غرزة بداية أو عقدة بداية. هنستخدم الطريقة التانية، يعني هنغير الطريقة عشان نتذكر مع بعض طرق عقدة البداية. دي معمول لها فيديو منفصل تقدروا تشوفوه اهو. هنبتدي ناخد ندخل جوه اول خط من الخطين بتوع الخيط، وناخد كده اهو الحلقة التانية، الخط التاني ناخده معانا في الإبرة ونخرج بيه. عمل عندنا عقدة بداية بالطريقة دي. هتحكم في الخيط على صباعي كده
وهبدأ ايه بقى. انا مش هبدأ اخد كده على طول بقى زي الغرزة البسيطة، في اختلاف. انا هعمل ايه؟ الخيط اللي انا سبته في الطرف القصير او الطرف الفرعي، هنسميه الطرف الفرعي، هناخد منه لفة كده الاول. قبل اي حاجة هناخد منه لفة، وندخل بقى ناخد لفة من الخيط اللي على صباعنا ونخرج بيها من الحلقتين. تاني، احنا عندنا حلقة دلوقتي اوريدي على الابرة، هنبدأ ناخد لفة كمان عليها من الخيط الفرعي، وندخل تحت الخيط كده اهو، ونسحب الابرة بالطريقة دي ونخرج من الحلقتين اللي معانا. طب جم منين الحلقتين؟ اهو في الشرح انا بوصف لك، انا عندي حلقة اوريدي على الابرة، باخد لفة عليها من الخيط الفرعي اللي انا سبته في اول الشغل. لما قلت لكم دي تركاية مختلفة عن الغرزة البسيطة او السلسلة البسيطة، ان انا بسيب خيط زيادة في قبل ما ابدأ شغل، وقلنا هنسميه الخيط الفرعي. تمام، بناخد لفة كده اهو، بنخرج بيها كده، هنعيد تاني اهو. ببقى متحكمة في الشغل بالطريقة دي وماسكاه بايدي كده، لازم امسك الشغل كده علشان اعرف اشتغل صح، والشغل ما يتحركش مني وانا بشتغل، واتحكم في الشغل اهو. باخد لفة كده وبخرج من الحلقتين. ادي حلقة اوريدي موجودة، وهلف لفة هعمل بيها حلقة تانية، هاخد لفة من الشغل واخرج بيها من الحلقتين. منتهى البساطة برضو، يعني هي اسمها الغرزة السلسلة المركبة، لكن هي بسيطة جدا في الشغل، ما فيهاش اي صعوبات. هو عامة زي ما قلت لكم الكروشيه ما فيهوش حاجة صعبة، واحدة واحدة هنتعلم كل حاجة ببساطة، محتاجين بس شوية تركيز، وان شاء الله هنبقى كويسين جدا ومحترفين كمان في الكروشيه. اهو بناخد لفة وناخد لفة ونخرج من الحلقتين. هنكرر الموضوع ده لحد ما نوصل لحبة كويسين كده على الخيط. هلف لفة كده اهو، يعني انا هاخد الخيط الفرعي ده من الامام كده للخلف، من الامام للخلف، يعني ما ينفعش اخده كده اجيبه كده من تحت الابرة واجيبه من ورا لقدام، لا كده غلط، مش هتطلع معايا مظبوطة. لا، انا باخد الخيط كده من الامام للخلف، لفة كده، الف لفة واخد لفة بالابرة واخرج من الحلقتين عشان تتكون عندي غرزة السلسلة المعقدة اهو. من الامام للخلف، لفة من الامام للخلف. ركزوا علشان ما نتلخبطش. هنكمل بنفس الطريقة، هناخد لفة ونخرج بيها كده من الحلقتين، وهكذا زي ما اتفقنا ان اللفة بتبقى من الامام للخلف بالطريقة دي، وناخد لفة على الابرة ونخرج من الحلقتين. احنا كده اشتغلنا عدد من الغرز من غرزة السلسلة المركبة. تعالوا نتعرف على شكل الغرزة هيبقى عامل ازاي. هنلاحظ ان الغرزة واخدة شكل سميك مربع او شكل ثلاثي الابعاد زي ما بنقول. يعني عندك الغرزة كده اهو واخدة شكل حرف الفي من الاتجاه الامامي او عدلة الشغل، وكمان عندي من جنب الشغل برضو واخدة شكل الفي، شكل حرف الفي. يعني انا عندي عدلتين لغرزة السلسلة المركبة، فيها عدلتين وفيها قلبة. دي ظهر الشغل المضفور زي ما انتوا شايفين اهو، الشكل المضفور ده ظهر الشغل، يعني زي ما بنقول كده غرزة ثلاثية الابعاد. دي بنحتاجها في عمل، لو هتعملي حزام لشنطة، لو هتشتغلي شنطة برضو شايفين الفرق. دي السلسلة المركبة ودي السلسلة البسيطة.
طبعا في فرق كبير في الحجم، تقريبا السلسلة المركبة دي ضعف السلسلة البسيطة. طبعا دي ليها شغلها ودي كمان أساسية وليها شغلها. كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنقدم حاجات سهلة وبسيطة للمبتدئين علشان نوصلهم إن شاء الله من البدايات للاحتراف بأمر الله. السلام عليكم.